ورحمة الله وبركاته. مساء الورد والنور عليكم يا احلى متابعين في الدنيا. لو اول مرة تشوفيني معاكي مطبخ رشا غمرة، خشي اشتركي في القناة ودوسي لايك وشير عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. احنا هنعمل معانا النهارده فيديو حلو وبسيط جدا. احنا معانا شوية لحمة صغننين هنعملهم بقى لحمة بالبصل تحفة ماشي، وهنعمل كمان معاهم شوية رز حبة وحبة طعمهم برده تحفة. ان شاء الله تجربيهم بنفس الطريقة ويعجبوكي ويعجبوا اولادك. تعالوا بينا نشوف معانا ايه. معايا هنا اهو اللحمه اهيت، بصوا انا مقطعاها قطع زي ما انتم شايفين كده اهو. ومعايا هنا شويه بصل مقطعه جوانح ماشي، ومعايا بقى هنا ورقتين رورة على حبهان على وحدتين مستكه هيديهم طعم تحفه ماشي. ومعايا هنا اهو ماشي، انا معايا هنا اهو حطيت بقى معلقتين زيت ومعلقه سمنه. انا مش هكتر طبعا في القدام ليه؟ لان اللحمه فيها طبعا حتت دهن، فعشان ما تبقاش برده كتير عشان الاطفال وكده. انا هاخد بقى البصل كده حطيته كله ماشي. بصوا بقى هبتدي بقى ان انا اشوح كده البصل. طبعا هضيف بقى معاهم وحدتين المستكه عشان يسيحوا في السمنه والزيت، هديهم طعم حلو قوي. ماشي، هقلب فيهم شويه كده وبعد كده بقى هضيف اللحمه يتشوحوا بقى كلهم مع بعض. وطبعا انا ما بحطش على اللحمه والبصل ده اكتر من الفلفل الاسود والملح وشويه بهارات اللي هي السبع. وطبعا انا بضيف لها في الاخر يعني قبل ما تاخد في السوا بضيف لها زي بطاطسايه كده. انت بقى حابه تضيفي لها كوسايه ممكن برده، انا عشان اولادي بيحبوها طبعا وهي عليها بطاطس وكده فانا بحب اعملها لهم كده. بصوا بقى اللحمه وصلت معايا لايه ماشي. انا كده شوحتها بالبصله زي ما قلت لكم وحطيت بقى عليها المنكهات. لما توصل بقى للمرحله دي بروح بقى اضيف عليها ايه الميه السخنه ماشي. اضيف عليها الميه السخنه كده وهسيبهم بقى يغلوا مع بعض. طبعا انا بعتذر بقى على صوت بنتي لان هي كانت قاعده معايا في المطبخ طول ما انا بصور، هي بتقعد معايا في قلب المطبخ ماشي. هركنهم بقى على جنب يغلوا مع بعض وتعالوا بقى بينا ايه نعمل الرز. وعلى فكره احنا ممكن تشوحوهم كده وتحطي عليهم الخضار ويتعمل ورقه لحمه يبقى تحفه وطعمها جميل جدا. انا بقى هخليها تاخد غلوه مع بعض واوطي عليهم وتعالوا بينا بقى نعمل الرز ماشي. بصوا بقى انا هعمل دلوقتي الرز اهو حبه وحبه. انا بحط هنا بقى في الحله ميكس زيت على سمنه بيديكي طعم حلو قوي للرز وبيطلعوا كمان معاكي مفلفل ماشي. انا هشوق للناس يعني اللي هي ما تعرفش الرز بحبه وحبه. انا باخد مثلا بتاع معلقتين كده اشوحهم لحد ما يحمروا خالص واضيف عليه بقيه الرز ايه الابيض معايا زي ما هو بيديك طعم حلو قوي والاولاد عندي بيحبوه كمان ماشي. هداني بقى اشوح فيهم كده لحد لما ايه لونهم يحمر خالص. بقى بفضل اقلب برده فيه كده لحد ما يحمر. وطبعا لسه شويه، فطبعا هو لكل كوبايه رز مصري كوبايه ميه، لان الرز المصري هو ليه كوبايه ميه واحده، لكن الرز البسمتي بيبقى ليه لكل كوبايه رز كوبايه ونص ميه. يبقى الرز المصري لكل كوبايه رز هي كوبايه واحده ميه ماشي. هفضل بقى احمر فيه كده لحد لما يجي للدرجه اللي انا عايزاها واوريها لكم ماشي. بصوا بقى اللون بتاعه وصل للدرجه دي، للون ده لونه حلو قوي ماشي. اخد بس تشويحتين كده واروح اضيف له بقى الرز اللي هو الباقي اهو ماشي. واضيف له بقى شويه الملح وهديهم تشويحه برده مع بعض. وبعد كده ايه هحط الميه بتاعتي. طبعا الملح ده حسب ايه راحتك انت بقى، يعني في ناس بتحبه مظبوط في ناس بتحبه شويه حادق. بصوا بقى هفضل اقلب شويه كده حلوين. التقليبه دي كده مع الرز كله في بعضه هيديهولك طعم تحفه ومفلفل، يعني ان شاء الله تجربيه ويعجبك ماشي. هبتدي بقى ان انا اضيف الميه دلوقتي بتاعته ماشي. انا ضفت بقى الميه بتاعته وهسيبه بقى يغلي، واول لما يغلي هوطي عليه وهوريه لكم برده. ان انا اشوح في البصله كده ماشي مع المنكهات بقى ورق الرورة والمستكه والحبهان لحد ما ريحتها طلعت كده وبقت ريحتها حلوه. تيجي بقى ايه قصه اللحمه كده
تاخد تشويحه بقى معاهم. ماشي. وابتدي بقى ايه لحد لا اقلبهم يعني مع بعض كتير بقى كده. طبعا انا هضيف بقى فلفل اسود وبهارات. اللحمه الملح هضيفه بقى اخر حاجه، مش هضيفه دلوقتي طبعا. ماشي. هضيف بقى البهارات. هضيف بقى معلقه فلفل اسود كده زي ما انتم شايفين، معلقه مش كبيره، معلقه صغيره. وهضيف برضو زيها بهارات لحمه كده. ماشي. بصوا بقى انا هقلبهم مع بعض تقلبتين كده، وهوطي عليها ان هي بقى تنزل ميتها وترجع تشربها تاني، وبعد كده هنضيف لها بقى ميه سخنه. اللحمه خلصت معايا اهي، هغرفها دلوقتي معاكم. وهغرف بس الاول الرز. انا بقى عشان الواحد بقى يعمل حاجات شكلها حلو طبعا الاولاد يفرحوا بيها، بعبيه كده بقى في القالب ده. القالب ده بتاع الرز عادي، بيتباع عند اي حد بتاع ادوات منزليه، وبعمله كده بيطلع بقى شكله كده. ماشي. شكله حلو قوي. هغرف بقى معاكم اللحمه. بصوا ريحتها فظيعه، ريحتها جميله جدا. بسم الله. دي بقى عندي الاولاد بيحبوها جدا جدا، بالذات لازم يكون جواها بطاطس كده. ماشي. بصوا بقى انا كده خلصت معايا اهو الرز واللحمه. بصوا شكلها تحفه. طبعا طبق السلطه الحلو ده استاذه ساره بنتي هي اللي عاملاه، طبعا تسلم ايديها. الرز اهو ريحته تحفه، واللحمه اهي ريحتها جميله جدا. ان شاء الله تجربيها لاولادك وتعجبهم. وانتظروني بقى في فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله.